جزيرة أرواد. يا ترى كيف الرحلة بتكون عليها؟ خلونا نترافق سوا. رحلتنا اليوم بدأت من إدلب من الشمال السوري نحو طرطوس، ومن طرطوس ركبنا القارب والموج أخذنا نحو جزيرة أرواد، الجزيرة الوحيدة المأهولة في سوريا. هاي فرصة لتهرب من العالم، فرصة لأنك تروح على مكان ما فيه ضوضاء، كله هدوء، فرصة لأنك تزور أرواد. أرواد هي جزيرة قديمة وهلا بنشوف تفاصيلها سوا. يقال إنه هون بهالمكان تحديداً كانت الشخصية الشهيرة أبو عصام من مسلسل باب الحارة مسجونة حسب بعض الروايات اللي انتشرت بين الأهالي. مرت عليها حضارات الفينيقيين والكنعانيين والرومان، وتعاقب على حكمها ملوك صنعوا منها مملكة بحرية صغيرة. رغم هالتاريخ ظلت الجزيرة مهمشة مثل كتير من المدن اللي عاشوا سنين من الظلم والتجاهل تحت حكم النظام المجرم. أهلها بحر بدمهم، بيعيشوا من الموج وبيصنعوا منه رزقهم، وعلى فكرة شاطرين بصناعة القوارب الخشبية جدا. مرات الطريق جوا البلد كافي لأنه يرجع لك الأمان اللي ضاع منك. كل كيلو مشيناه على الطريق كان كافي لأنه يحكي لنا قصة حدا رجع على بلده بعد سنين.